عمرك اتقالك قبل كده إن السما هي موطنك الأخير؟ مكان فوق السحاب، أبواب منورة وراحة أبدية. بس إيه رأيك لو أقولك إن دي مش القصة كلها؟ الكتاب المقدس في فيليبي 23 بيقول: أما نحن فموطننا في السماوات. يعني إحنا لينا هناك، بس سفر الرؤيا بيكشف حاجة أعمق. في رؤيا 21 يوحنا بيكتب وبيقول: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة والمدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله. فهمت كده؟ السماء نازلة، المقصد الأخير مش هناك، ده هنا بس بشكل جديد، أرض متجددة، عالم جديد، والله بنفسه ساكن معانا. يوحنا بيكمل وبيقول: ويمسح الله كل دمعة من عيونهم ولا يكون موت ولا حزن ولا وجع بعد. السماء مش مجرد مهرب، دي تجهيز أرواحنا بتروح هناك بس نهاية القصة قيامة، رجوع الروح للجسد، وملكوت الله بيرجع للأرض. فلو كنت فاكر إن النهاية هي التحليق في السحاب، الكتاب المقدس بيقول: استنى، لسه الأحلى جاي. ولو قلبك مشتاق لليوم اللي فيه ربنا هيجدد فيه كل حاجة، اكتب آمين وقول من قلبك: شكرا ليك يا يسوع.